الافضل في كل السيناريوهات والاقل ريسك ان انت ترسي انت التفاوض من نقطه معينه. مين المفروض يبدأ التفاوض، انا ولا الشخص اللي قدامي؟ السيناريوهين ينفعوا، نقدر نبدا ازاي؟ والشخص التاني برضه ينفع، بس هي الفكره على حسب كميه المعلومات اللي عندك. بينصح ان انت لو عارفه معلومات كافيه عن المكان اللي انت رايحاه، يفضل انت اللي ترسي التفاوض. وترسي التفاوض دي يعني انت اللي تحط الانكر بتاعه. في حاجه مشهوره جدا في التفاوض اسمها انكر، وهو اول رقم بيتحط في التفاوض. مين بقى اللي المفروض يانكر، انت ولا هو؟ انت لو كان المعلومات كافيه ان انا ارسي انا التفاوض، ده افضل بكتير. طب لو انت ما عندكيش اي معلومات خالص عن المكان والدنيا غامضه خالص، يفضل تساليه. قولي له ايه السيستم بتاعكم في دخول المكان، ايه طلباتكم عشان نقدر نعملها. فالسيناريو التاني ده في عدم توفر المعلومات. ولكن الافضل في كل السيناريوهات والاقل ريسك ان انت ترسي انت التفاوض من نقطه معينه. بس تاخد بالك ان في السيناريو التاني احيانا لو سالت حد تحب ايه او ايه السيستم بتاعكم او ازاي نشتغل معاكم، احتمال يبالغ في طلباته، وبالغ في طلباته يدي طلبات تعجيزيه طالما انت سالته. لازم تكون جاهز بقى بتكنيكس وباساليب للانكرنج افكت. بنسميه يعني ايه انكرنج افكت؟ يعني يعمل تاثير نفسي عليك ان هو ما بياخدش اقل من 70%، وانت اصلا كل اللي معاكي 30%. فهيخليكي توصلي انك لو خدتي 50% تحمدي ربنا. هو كده عامل لك حاجه اسمها انكرنج افكت، فعمل لك انكر عالي. وده طبعا ليه اساليب وليه تكنيكس بنعرف نتعامل معاه عشان نرجع الصوره تاني في التفاوض زي ما بدانا بيها يعني.